السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في فيديو جديد. أحب أشكر كل المتابعين، وإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد كل أيامكم ويجبر بقلوبكم ويحفظكم إن شاء الله لعائلاتكم. اليوم فيديو خفيف ولطيف إن شاء الله، بنشوف مع بعض مقاضي الشهر اللي تستلزمها يعني في البيوت، وكمان بعرض لكم أسعارها، بعض أسعارها يعني من الفاتورة، يعني ما شاء الله فاتورة. بس احنا غالبا لما نشتري بعض المقاضي ناخذها من الصالة الاقتصادية، يعني بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق. تعالوا مع بعض ندردش شوية ونشوف ايش معانا من مشتريات حق مقاضي الشهر هذا، وغالبا ما هي قعد معايا للشهر اللي بعده، يعني إذا كانت كمية كبيرة، لأنه أغلب المقاضي اللي معايا عليها عروض، يعني باخذ 2 أو 3 أو 4 أحيانا بسعر رخيص جدا، يعني عليها يكون عرض. نبدأ هنا نشوف ايش معانا في الكيس الأول. بوريكم هنا ايش معايا هنا شاي الكابوس. احنا دائما نستخدم شاي الكابوس لانه شاي ممتاز وينفع شاي الحليب، يطلع فيه حلو جدا. وكذلك علبتين ملح، وكان عليهم عرض زي ما قلت لكم. كمان الفشار عليه عرض 5 ريال، الاثنين ب5. كمان معايا هنا قشطة، هذولا ال6 الحبات ب10 ريال. هذا ب10 ريال قشطة. كمان هنا معايا الكاكاو، هذا علبتين طبعا، بس العلبة الثانية داخل الأكياس ما لقيتهاش، ما بلقاهاش بسهولة لأن الأكياس كثيرة. 2 يعني علبتين ب10 ريال كاكاو. كذلك هذا هنا معايا السفر حقة الأكل، هذول ال4 ب10 ريال، عليهم عرض، يعني 4 لفات، وكل لفة في 4 أكياس، وكل كيس فيه 3 لفات ب10 ريال، يعني يعتبر سعر رخيص جدا. كمان نشوف هنا بسكريم، نشوف سعره هنا عليه كمان عرض، يعني السعر كان رخيص. بسكريم ب10. مرقة الدجاج كذلك ب10. السمنة هذا حلو، يعني مش بنكهة البلدي، يعني النكهة البلدي اللي هي سمنة القمرية، أعملها للمعجنات اللي هي فيها كعك يمني وغيره، أو بحضر منها السمنة البلدي استخدم سمنة القمرية. لكن لما يكون في معايا وصفة تحتاج سمن عادي زي البسبوسة مثلا، زي البقلاوة، تحتاج سمن عادي، فاضطر اني استخدم السمن العادي اللي نكهته مش بلديه، نكهته زي نكهه الزبده. اخذت هذه تقريبا سعرها السمنه، بشوف لكم هنا الان بالفاتوره، لازم تضيع اصلا، وقت ما احتاج اقرا سعر شيء او ابحث عن شيء لازم يضيع السمن. والله ما ظهرت، بس تقريبا ان سعره 12 ريال، حاجه زي كذا، يعني سعره تقريبا 12 ريال، مش كثير مرة. طيب تعالوا نشوف هذا الكيس. بشيل هذه الفاتوره لان لما اشوف الفواتير اتوتر، برغم ان الاسعار هنا يعني من هذه الصاله الاقتصاديه مش غاليه مره زي السوق او البقالات الهايبر الكبار. معايا هنا 2 كيلو طماطم، 2 كيلو طماطم ب5 ريال، او مش 2، اكثر من 2 كيلو طبعا، لانه الطماطم كبار هنا من النوع الكبير. 2 كيلو ونص تقريبا. الشوفان، اخذت هذا الشوفان سعره 12 ريال. هذولا الأجبان، جبن شيدر، جبن أصفر مطبوخ، 4 عليهم عرض ب10 ريال، يعتبر رخيص. لو تأخذي من البقالة بتأخذي يعني الحبة يمكن 6 ريال أو شيء. هذه برضو قهوة خلطة القصيم، اللي هي القهوة السعودية، حلوة جدا، طعمها يعني مميز بتاكليها مع الحلويات، البسبوسة، الكيك وغيره. طبعا نسويها مر بدون سكر، وكمان نخلطها مع بن أبيض، في بن أبيض نخلطها معه وتطلع حلوة، يعني تقدم هنا مع طباق الحلا.
بس تعالوا نشوف بعد ذلك ايش معانا. الكيس ده خضروات بزاف، تقريبا اخذت 3 اكياس، باقي كيس بين الاكياس الاخرى 3 ب 10 ريال، برضو عليه عرض. نشوف ايش كمان هنا. 4 ريال، 2 كيلو ب 4 ريال، اللي هو خيار، 2 كيلو خيار ب 4 ريال. يعني يعتبر افضل بكثير من الاماكن اللي هي مش جمله، يعني مش من اماكن الجمله. يعني الاماكن البقالات العاديه اسعارها اكيد انه اكثر. انا قلت بروي لكم ايش معايا قبل ما ادخلها الدواليب. هنا هذا كان على عرض حق الاطفال، يعني اخذت لاطفالي من هذا 5 حبات، يعني 5 اكياس ب 10 ريال. يعني احيانا تكوني مشغوله مش فاضيه، فاحطهم في الثلاجه، احطهم في الثلاجه وقت بالعصريه كده اجيب لهم من واحد وخلاص يعجبهم يعني هذا الايس كريم. كمان نشوف هنا ايش معانا كيس ثاني. هنا عندنا بيض زي ما انتم شايفين، طبق بيض، وحبات البيض هنا كبار كبيره، حبات البيض كبيره. البيض اللي تبعهم حلو جدا وسعره حلو. يعني هذا لما يكون من البقاله العاديه باخذه مثلا يعني ب 20 او ب 18 ريال لو حبه البيض كبير. بس اذا البيض يعني البيض الصغير يكون سعره اقل، لكن هنا بالصاله الاقتصاديه سعره ب 12 ريال بس 30 حبه. الرز اللي يستخدمه واللي يحبه والمفضل عندي رز ابو كاس. اخذت 5 كيلو ابو كاس عندهم ب 41 ريال 5 كيلو، بس رز ممتاز لانه افضل انواع الرز المزه. كذلك هذا مره سعره حلو اللي هو 10 كيلو 10 كيلو دقيق ابيض، اللي هو دقيق الحلويات والمخبوزات ب 6 ريال فقط 10 كيلو، يعني سعر يعتبر منافس. هذا معنا قارورة الفينتو هنا، اخذت الواحده ب 15 ريال، يعني تعتبرش رخيصه مره بالنسبه لانه صاله اقتصاديه، بس بالنسبه زي ما قلت لكم بقيه البقالات تعتبر سعره حلو 15 ريال. الحليب هذا الحليب كامل الدسم، استخدموه يعني كشراب، يعني نشربها الاطفال يشربوا الحليب بكثره، فاخذت هذا لانه على عرض 4 حبات زي ما انتم شايفين. وكذلك استخدمه في صناعه الكيك والحلويات، ما نستغنيش عنه دائما في البيت. كان عليه عرض هذا 4 حبات ب 16 ريال. بطاطس، اخذت كميه من البطاطس، داخلته حوالي 32 حبه بطاطس عمان، بطاطس ممتاز وصناعه عربيه، يعني ما عليهاش مقاطعه، ما اخذناش من الانواع اللي عليها المقاطعه. طبعا هذا بطاطس عمان اخذته ب 18 ريال. يعني الافضل انه واحد ياخذ يعني اشياء الاطفال بكميه بدل ما يخرجوا دائما للبقاله، الافضل انك تاخذي لهم بكميه في البيت. كمان اخذت هذه القهوه بنفس السعر ب 10 ريال. اندومي اخذت هذا، انا ما فيش بيت طبعا يخلي من الاندومي، كل البيوت تحب تعشق الاندومي بالذات الاطفال او الكبار. اخذت هذه الاندومي الواحد ب 5 ريال، كل مغلف ب5، يعني هذا ب5 وهذا ب5 وهذا ب5، كل واحد فيه 5 حبات، يعتبر سعر حلو جدا، احسن لما اخذ من البقاله العاديه. هنا كمان اخذت نوعين من الارز البسمتي، أنا ابو كاس رز مزه، لكن هذا رز بسمتي ونوع من انواع الرز الاسمر، لانه زوجي يستخدم هذه الايام دايت، فاعمل له الرز الاسمر هذا. هذا ما كانش عليه عرض، يعني سعره تقريبا السعر العادي، الاثنين هذول ب 32 ريال. كمان اخذت الدجاج بوريكم الان الدجاج واللحم المفروم. هذه اللحمه هذه يعني حوالي نص كيلو ب 15 ريال، لحمه مفرومه ما نستغنيش عنها بالبيت، اللحمه المفروم ضروري جدا. هذه قوانص يحبوها عندي في البيت،
قوانص الدجاج ناخذها لحالها برضه تقريبا ب10 ريال الكميه هذه. وهذا الدجاج اخذت 4 حبات من الدجاج 1000 جرام هذه الحبه. كلهم ب60 ريال، ب60 ريال 1 2 3 4 حبات ب60 ريال. يعني افضل برضه من لما اشتري من خارج الصاله الاقتصاديه يكون سعره اغلى. بس وهذه كانت مشترياتي لليوم او مقاضي لهذا الشهر. الحمد لله يعني كان سعرهم مناسب، تقريبا كلفتنا ما يقارب 300 ريال. بس كان فيديو اليوم واتمنى يكون خفيف عليكم، ودردشنا مع بعض واخذنا ودينا، واتمنى تكتبوا لي آراءكم في التعليقات وتقولوا لي على الفيديو اللي انتم تحبوني اسوي فيديو عن اي شيء تحبوه قولوا لي اسوي عنه فيديو بسوي. لا تترددوش ابدا في كتابه آراءكم في التعليقات، واتمنى تعملوا لايك للمقطع واشتراك في القناه وتضغطوا زر الجرس ليصلكم جديد هذه القناه. اتمنى الدعم اكثر واكثر، وبكم ومعكم توصل القناه الى ترندات ان شاء الله. اتمنى التقي بكم مره اخرى في امان الله الى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله، في امان الله، الى اللقاء.